بكم في الجزء الثالث من حكاية قنغسية. فأنا ما شفت الأجزاء التانية فنروح شوفها الأول في القناة. بس قبل ما نبدأ تفكر زر اللايك والاشتراك ويلا بينا نبدأ الحكاية. بنكمل حكايتنا في قرية بنغاية حيث اجتمع حرفيو الماجيو، وبنشوف بطلنا جانغ وهو بيقول كلما فكرت في الأمر زاد استياء تبا للكبار من تحالف الموري. وبيكمل كلامه وبيقول كيف يجرؤون الآن على إصدار مثل هذا الأمر. بعد كده بيفتكر الشخص اللي كان قاله وبيقول بل حتى يرسلون خبيرا يصعب رؤيته حتى في الكهوف. وبيكمل كلامه وبيقول هم نسوني ولا إيه؟ وبيقول منذ اليوم الذي تم فيه تبني أخيه كشرط ليصبح خبيرا في الكهوف، ومنذ أن تم زرع السم في قلبي لقد سمح لي فقط بالمشي نحو حد السيف الذي يشيرون إليه. وبيقول حسنا ما الذي يمكنني فعله في هذه الحالة على فعل ما يتطلب منه. حسنا كبداية لنلقي نظرة هنا. وبيقول من المهم للعميل الجيد لوكيل تجاري تأمين معلومات تستحق التداول. إذا كان علي اختيار بعض الأماكن الجيدة للحصول على المعلومات فستكون تلك التي تنظف بعد الموقع الذي تم تلويثه بعد المهمة. وبيقول بوابة الغراب الأبيض مكان مختفي كبيت ضيافة بالقرب من جبل تشونامسان يقوم بتوزيع آخر الأخبار في جونغون. وبيقول بالضيافة هذا المكان قد يبدو كبيت ضيافة عادي لكن في الواقع مركز معلومات يعرفه عدد قليل من الناس. هنا يتم تداول جميع الأسرار داخل النظام الديني. هذا المكان هو قاعة جيغال. وبيقف قدام بيته وبيقول هل كانوا دائما بهذا الشجاع؟ حسنا يتطلب الأمر هذه الجرأة للكسب العيش. حسنا يتطلب الأمر هذه الجرأة لكسب لقمة العيش مثل هذا العمل حتى بين أولئك الناس الذين يتبعون ديانات شيطانية. ولما بيدخل بيلاقي حد هناك وبيقول هل هناك سابون من قبلي أليس كذلك؟ من المهارات اللازمة للجاسوس هي القدرة على قراءة عقل الخصم بمعلومات قليلة، ارتفاع يصل إلى ذقن، شعر ناعم، رقبة جذابة بارزة. وبيقول مع عناصر الجمال التي يمكن أن تؤثر المجرمين، ومع ذلك إذا تم إثرهم بذلك ستفوتهم أشياء مهمة. جوهر مهم جدا. البت بتشوفه بتقول ما الذي يجري مع تلك النظرة المخيفة؟ كانكي بيقول لها أنا آسف بلا وعي أصبحت مشغول، لديك قناع غريب نادر أن تراه. بتقول له ما؟ بيقول لها على أي حال سعيد بلقائك يا سيدتي. أي كتاب جئت من أجله؟ هل جئت للحصول على طريقة سرية للفوز بلقب رجل؟ إذا دعني أوصي بكتاب. دعنا نرى يجب أن يكون هناك شيء مفيد هنا. البنت بتخبط إيديها في كتابه وبتقول لابد أنه رجل يحب التنمر على الناس. كم أنت فظ لتضايق امرأة في مكان مثل هذا. آمل أن تتوقف. كان بيعصب أكتر وبيقول أريد أن أفعل لكن يبدو أنك تريدين إيقاع نفسك في ورطة. وبيقول لها لا أمانع لكن ألن يكون ذلك خطيرا عليك يا سيدتي. بتتعصب وبتقول أنت تحتاج إلى تعلم كيفية التحكم في لسانك إذا كنت تريد أن تعيش طويلا. بعد كده كان بيستفزها أكتر وبيضحك ضحكة مستفزة للغاية. بيقول لها لديك شخصية منعشة جدا أحب ذلك، دعنا نلتقي مرة أخرى. تعالي عندما تحتاجين إلى توصية بكتاب. بعد كده لما بتمشي بيقول يجب أن يكون هذا كافيا للانطباع الأول. الراجل صاحب المكتبة بيقول تساءلت أي مجنون كان يسبب ضجة وضع النهار، لذا كان هو جانغ سيو. وبنعرف إن اسمه جيغال. بيقول مركز الطائفة الشيطانية ومواطنة تشونامسان يدعي إنه سليل تشوغليان هو مالك المكتبة الجريء. ماذا تفعل بعملنا السمين؟ جانغ بيقول له انت ليه بتتصرف بوقاحة؟ امين المكتبة بيقول انسى الامر فقط، قل لي لماذا تريد. بيطلع من جيبه فلوس وبيقول انت رجل صعب جدا. بعد كده بيقول جانغ رجل عظيم واحد. امين المكتبة بيقول له اي واحد؟ بيقول الشيطان تشيون لسان السابع. امين المكتبة بيقول له ماذا تريد ان تعرفه عنه؟ جانغ بيقول كل حاجة انا عاوز اعرفها. امين المكتبة بيقول له انت بتخطط لي حاجة شريرة. بيقول له انت فضولي ليه؟ انت عاوز تنضم ليه؟ وبيقول له لديك الكثير لتتعلم عن خصمك. بعد كده جانغ بيتوتر شوية بس بيديله الكتاب. وبعد الحاجات دي كلها بضع ساعات جانغ بيكون قاعد في وسط المدينة وهو قاعد بيقرا في الكتاب. البنت اللي كنا شفناها في المكتبة بتقول هل وجدت؟ وبيكون حد وراها وبتقول معلومات من الذي اشترى ذلك الرجل من غوي ريون. وبنعرف ان الشخص ده اسمه ناراق مساعد الشيطان الثالث.
بيقول لها مع أمرك لقد تساءلت غريون عن هدف ذلك الشخص، ومع ذلك قال أنه لا يمكنه الكشف عن أي شيء. البنت بتتعصب وبتقول قال ذلك. نارك بيقول لها نعم لقد أعجب، هل ترغبين في اتخاذ إجراء؟ بتقوله لا بأس. لقد أجاب بالفعل. الأشخاص الوحيدون الذين لا يمكن لغريون أن يتحدث عنهم حتى مع استجوابي هم فقط والدي وإخوتي. وبتقول لقد أصبحت فضولية أكثر. لم يرى فقط من خلال القناع الذي صنعه الأفضل فني في النظام الديني في اللمح، بل كان لديه أيضا ذكاء لتغيير الوضع عندما لاحظ أنني كنت سأقتله. لقد بحث عننا أيضا. وبتقول أنا عاوز أعرف مين الشخص دوت يا نارين، من أين هو ومن في صفه. وبتقول له كل شيء. وبنعرف إن هي الأميرة الثالثة ساريون. أنت شكلك داخل على مدعك يا جام. جلغ بيقول يجب أن تكون لديها فكرة تقريبية بالفعل. وبيقول حسنا لا يا هم، سنلتقي مرة أخرى قريبا ساريون، لأنك هدف الأول. لك داخلين على مدعك في الجزء الرابع من حكاية جام. انتظرونا في حكاية جديدة وسلام.